يا ترى من فينا ما خطرش في باله يوم يعمل مشروع صغير يلبي له احتياجاته ويرفع من مستوى معيشته الاقتصادي؟ ويمكن من أفضل المشروعات الصغيرة ديت مشروع الإنتاج الحيواني، وبالأخص تربية الأرانب. وليه بنقول تربية الأرانب؟ لأن العائد من إنتاجها سريع، يعني دورة رأس المال فيها سريعة بالمقارنة بغيرها، وكمان بيساعد على سد الفجوة الغذائية الحالية، وعشان كده تعتبر تربية الأرانب حاليا من أهم مشروعات العصر. وده لسببين. السبب الأول سهولة تربية الأرانب في الأماكن المغلقة، وكمان لأن مشروع تربية الأرنب مش مكلف ماديا إذا قارنته بمشاريع الإنتاج الحيواني الأخرى. وقبل ما نتكلم مع المبتدئ عن تفاصيل ومشاكل والأمراض اللي بتواجه المربي في تربية الأرانب، زي ما بيعمل كتير من أصحاب القنوات اللي اتكلمت في نفس المحتوى، لازم نبين لمتابعين قناتنا إيه هي أهم عوامل نجاح وفشل مشروع تربية الأرانب. ليه؟ علشان أي حد بيفكر يعمل المشروع يكون ملم بكل مزايا وعيوب تربية الأرانب، وتكون الصورة واضحة قدامه، فياخد القرار عن اقتناع تام بالمشروع، ويقدر يكون من الناجحين بإذن الله. ونقدر نلخص ليكم عشان ما نطولش عليكم عوامل نجاح مشروع تربية الأرانب في 4 عوامل. وطبعا عكسها بيكون الفشل. مش لازم نقول كلمة الفشل، ربنا ما يقدر. ولكن الحكمة بتقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أول عامل من عوامل نجاح مشروعك تجهيز المكان المناسب، وده هو العامل الأول في إنشاء مشروعك، المكان المناسب، لأن عليه بتحدد نوع التربية، هتكون تربية أرضي أو هتكون تربية في بطاريات. وكمان نوع البطاريات، رأسي ولا هرمي ولا نص هرمي ولا أفقي. ومع اختلاف الآراء اللي وصلت في النهاية لنتيجة مهمة بعد دراسات عملية كتيرة، النتيجة بتقول إن التربية الأرضي بتصلح في الأنواع البلدية المحلية. ليه؟ علشان فيها خصائص جينية بتخليها تتأقلم مع البيئة المحيطة. أما بالنسبة لتربية البطاريات فهي الأصلح لتربية السلالات المستوردة صاحبة الإنتاج العالي، وهي دي السلالات اللي بننصح بيها للي عاوز يربي أرانب للتربح مش للبيت. وكمان تربية الأرانب في بطاريات بيكون أيسر لك في إنك تسيطر على القطيع في الفحص، وفي إنك تكون ملم بالحيوان في التغيرات اللي بتطرأ عليه حين لآخر. تاني عامل من عوامل نجاح المشروع التطهير والنظافة، وده العامل التاني، وانا بعتبره العامل الاول من ناحية المربي. يا جماعة، النظافة هي الاساس القوي والمتين لنجاح مشروعك، ده طبعا بعد انتخاب السلالة اللي حضرتك هتنفذ بيها مشروع. بنأكد يا جماعة الإهمال في النظافة والتكاسل فيها بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمونيا، مش الأمونيوم زي ما سمعتها في بعض الفيديوهات. وطبعا ارتفاع الأمونيا في الجو الناتج من مخلفات مزرعتك بيسبب مشاكل تنفسية عديدة لقطيع أرانب مزرعة. وعلى فكرة، مش عاوز أقول لحضرتك إن الإهمال في النظافة هو العامل الرئيسي في انتشار جرب الأرانب، وده هو العدو الثاني للأرانب بعد التسمم الدموي الفيروسي. ثالث عامل من عوامل نجاح مشروعك مشروع الأرنب اختيار السلالات المناسبة والفحص الدقيق ليها، والتأكد من سلامتها وسلامة الأم والذكر من الأمراض الوراثية. ليه؟ لأن الأرنب حيوان دائم الوجود، يعني مش زي الدواجن، بمعنى ان الدواجن بينتهي عمرها بانتهاء دورة تسمينها، صح؟ لكن الأرنب بتكبر منه مشروعك، فأي مرض وراثي هيفضل مستمر معاك في مشروعك. واضح؟ العامل الرابع من عوامل نجاح مشروعك الحفاظ على الجو الملائم في مشروعك في جميع فصول السنة المختلفة، لأن معروف ان الأرنب حيوان حساس جدا جدا، بيتأثر تأثير شديد بدرجة الحرارة، وخصوصا السلالات اللي حضرتك هتعمل منها مشروع. عشان كده صاحب المشروع لازم ينتبه للنقطة دي كويس جدا جدا عشان يكون مشروعك في أمان تام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بشيء. تابعونا على قناتكم قناة منى عصام. وفي نهاية الفيديو بنقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأي استفسارات على التليفون الخاص أو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يعمل لايك، كل يعمل شير، كل يعمل سبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.